السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجة حلوة. هنعمل حاجة حلوة، يعني إيه، متوفرة في كل بيت. هنعمل كريم كراميل. كريم كراميل من الحاجات الجميلة الخفيفة السهلة اللي إيه كل حاجتها متوفرة عندك إيه في مطبخك. نقول المقادير. معايا نص كيلو لبن، يا ريت اللبن يكون دسم، لبن جاموسي دسم، ما يكونش اللبن ايه معلب. معايا 3 بيضات، معايا نص كوبايه سكر للكراميل، وللتحليه معلقه او حسب الرغبه ايه حسب رغبتك في السكر يعني. ومعايا كيسين فانيليا. نيجي بقى نعمل ايه الكراميل. دلوقتي هنعمل الكراميل. حطينا الطاسه على البوتاجاز، وفي نفس الوقت بسخن اللبن. لازم اللبن يكون ايه دافي. حطيت الطاسه كده على الايه على البوتاجاز. انا مش هقلب فيها خالص، انا كل اللي هعمله ههزه بس كده. يعني ايه، ههز من وقت للتاني كده السكر، لان لو قلبتي فيه السكر هيخرز وهيكتل. انا مش عايزه ايه يعني السكر يخرز مني. كل اللي هعمله كده، يعني هقلب كده على النار، ههز الطاسه بس كده. واللبن دي اول واحده واطفي عليه، عايزاه دافي بس. وايه، واجيلكوا بقى اما ايه الكراميل يتعمل. دلوقتي الكريم كراميل اتعمل اهو خلاص. يعني ايه، انا حابه اوريكم اللون ده اللي انا يعني اللون ده جميل جدا. انا مش عايزه اغمق من كده. هنحط بقى طبعا في القالب. لازم نحطه، ما نستناش عليه خالص علشان ما يخرصش مننا برضو ايه وينشف قصدي. خلاص، شايفين ان اللون بتاعه كده جميل. هحط بقى في القالب. خلي بالكم علشان ده يعني نار. بس كده. هعمل ايه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده انا هسيب القالب بتاعي واكمل بقيه حاجتي. الخلاط معايا اهو. هحط فيه اللبن اللي انا دفيته. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دفيت اللبن دوت. او نضرب البيض الاول علشان الفانيليا. البيض نضرب كل المقادير كلها مع بعض. ادي البيض، 3 بيضات على ايه، على نص كيلو ايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاطه كيسين فانيليا علشان يعني الكل بيشتكي من موضوع الكريم كراميل. لو فانيليا سايله طبعا احسن، وانا مولعه الفرن. السايله بتبقى اقوى يعني. بس هنضرب بقى ايه، هنحط اللبن، هنحط ايه السكر، طبعا كل واحد على حسب الرغبه. ونحط اللبن، واضرب بقى ده ايه، واحط ذره الملح، برضو ذره الملح. واضرب بقى ايه، انا هضربه عشان ايه ما يعملكوش ازعاج وايه واجيلكم. دلوقتي خلصت انا ضربت الكراميل، ضربت قصدي الخليط اللي هو اللبن والبيض والفانيليا، ضربته. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه بقى، في خطوه مهمه لازم تتعمل. اولا الكراميل خلاص الكراميل بصوا جمد اهو. هعمل ايه، هحط بقى، لازم الخطوه دي مصفى ضيقه، اي مصفى ضيقه عندك، وتروحي ايه مصفيه الكراميل عشان الرغاوي دي ما تفصلش الكراميل، ما تفصلوش. بسم الله الرحمن الرحيم. تملي سمو يا حبايب. شايفين دي رغاوي دي، على قد ما بنقدر ان احنا ايه نحاول نشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. شايفين الرغاوي قد ايه اهو. احنا على قد ما بنقدر بنصفيها ايه وصفه ضيقه اهو. بس كده. هنعمل ايه بقى، خلاص دي رغاوي خالص اهي، دي كلها رغاوي. شايفين دي كلها ايه، بس خلاص. هنعمل ايه بقى الخطوه الجايه دي، هنحط ميه بتغلي، ميه بتغلي في قاع ايه الصينيه،
وطبعا انا حاطه معلقه خل في الصينيه علشان الصينيه ما تبص، الصينيه تطوص. طبعا احلى حاجه تسوي فيها الالومنيوم. لحد فين؟ بس كده نص الكراميل، بس كده. هدخلها بقى، انا مولعه الفرن وهدخلها وتجيلكوا بقى ايه، بتقعد في الفرن بتاع ساعه الا ربع كده، ساعه قبل ايه، بحطها على الرف الوسطى. اجيلكوا بقى لما يستوي الكراميل. دلوقتي الكريم كراميل طلع وانا سبته هادي شويه اهوت. ماشي، حاول بس ايه، هو طبعا عايز يتحط في التلاجة، بس هسلك بس شويه كده عشان اقلبه معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلك بس، هو ايه طبعا المفروض بيتحط في التلاجة. هنقلبه بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبه معاكم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله على الجمال، الله على الجمال. شايفين؟ شايفين؟ شايفين الكريم كراميل جميل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ هقطع لكم برضو حته اوريها لكم. ايه، هقطع لكم حته بقى تشوفوا ايه الجمال بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طلع بس ايه الحته دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الجمال. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين؟ شايفين قد ايه جميله، ناعمه ازاي وجميله. حلوه قوي قوي قوي، حلوه حلوه يعني. شايفين النعومه؟ شايفين النعومه من جوه جميله ازاي؟ شايفين النعومه من جوه جميله ازاي؟ حلوه قوي قوي. طبعا هيتحط في التلاجة كمان، هو لسه ايه دافي. إن عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.